يسعد أوقاتكم حبايب قلبي، إن شاء الله تكونوا بألف خير. وصفة اليوم هي حلا لذيذ بيصير يتقدم بأعياد الميلاد والمناسبات. بنصحكم تجربوه، كتير سهل التحضير ومكوناته بسيطة ومتوفرة بكل بيت. ما تنسوا اللايك حبايب قلبي، لايك بالحب مش بالإكراه، واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى يوصلكم إشعار بكل جديد. قبل ما نبلش خلونا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا نبلش، بسم الله. نضع بطنجرة كوب من السميد، 3/4 الكوب سكر، كوبين حليب سائل، ملعقتين كاكاو، ملعقة صغيرة فانيليا. منحرك على البارد، بعدين منشغل النار على الوسط مع التحريك حتى يدوب السكر. بعدين منضيف عليهم ملعقة زبدة، 3/4 الكوب جوز الهند. منحرك حتى يبلشوا يغلوا، منطفي النار. بيصير القوام بهالشكل، منتركن حتى يبردوا، بعدين منبلش نشكل. مناخد قطعة تقريب الملعقة ومنكورها، بعدين منغطها بجوز الهند. ومنحطها بقالب بهالشكل، ومنكفي بقية الكمية بنفس الطريقة حتى نخلص. فيكن تغطوها بحالة تزيين الكيك الملون، أنا عملت قسم منهم. هاي الحالة كتير الأطفال بيعشقوها. بس تخلصوا تشكيل بتحطوهم بالفريزر حتى تبرد، وبعدين بتتقدم. شوفوا ما شاء الله شكلهم كتير حلو والطعم أطيب. إذا عجبتكن الوصفة حطولي لايك حتى أتشجع وصور لكم أكتر. وهلأ حبايب قلبي بدي ودعكن، وإن شاء الله بلتقي فيكم بفيديو جديد بإذن الله. باي باي.